سفينة مجهولة المصدر كانت تبحر في محيط كبير جدا. كانت هذه السفينة خالية من قبطانها ومن بحارتها، وكانت جاية في ظروف غامضة امتدت إلى أكثر من قرن ونصف، بل وأنه طلع عنها نظريات كثير والكلام الكثير اللي انقال عنها. وأبرز الكلام اللي انذكر عن هذه القصة في أنمي المحقق كونان اللي كلنا تابعناه وكلنا نعرفه، واللي عاش معانا طفولة جدا كبيرة. ذكر في أحد الحلقات قصة هذه السفينة اللي اليوم راح نتكلم عنها، وهذا دل على أنه قصتنا لهذا اليوم شيء غير طبيعي. وأنا متأكد بأنه أنت بتكون واحد من الأشخاص المحظوظين بأنك تابعت هذا المقطع وهذه القصة، زي ما أنا محظوظ بأني جالس الآن أروي لكم هذه القصة. فالسؤال هنا يقول وين اختفوا؟ احنا في قصتنا هذه نتكلم عن السفينة أنه كانت حالتها في أفضل حال وكانت جيدة جدا، أمورها طيبة وطبيعية جدا، وما في أي شيء كان يدل على أنه صار لها ظرف سيء أدى إلى اختفاء أصحابها. نظريات كثير وكلنا جالسين ندور على نفس الإجابة. الصحف وغيرها انهالت بالكتابات في هذه القصة، خرافات، أساطير، كلام كثير. فاليوم يا عزيزي المتابع راح أقدم لك أحد أكبر الألغاز وأكثر الألغاز الحقيقية في التاريخ. فلازم إنك تجهز لك مشروب تحبه يا عزيزي، وتضغط على زر اللايك وتشترك وتنشر القناة لكل أخوياك. ومشاهدة ممتعة عليكم، ويلا خلونا نخش في القصة. في عام 1861 كان في سفينة اسمها ماريا سيليست. كانت سفينة ضخمة وبوقتها تعتبر أحد السفن الحديثة. سفينة شراعية صنعت بكندا وحمولتها تبلغ تقريبا 282 طن. تم بناها على سواحل كندا وسجلت كسفينة تجارية برضو في كندا. كانت هذه السفينة جميلة جدا وحديثة في وقتها، ولكن في نفس الوقت كانت منحوسة في خلال رحلتها الأولى البحرية. قبطانها الكابتن روبرت ماكلاي لفظ آخر أنفاسه في هذه السفينة، والسبب يعود إلى مرض اسمه ذات الرئة. كان منتشر تقريبا في وقتها في عام 1860 أو 1850 حولها. فكان هو من الناس اللي يصيبوا بهذا المرض وتوفوا على أثرها، غير النحسات الكثير اللي صارت لها. مرات طلعت على رحلة واصطدمت بقارب صيد، وبرضه في أول رحلة لها عبر المحيط الأطلسي دخلت على القناة الإنجليزية واصطدمت بسفينة. يا ساتر النحاس اللي فيها. الآن وصلنا لكم حادث صار لها، تقريبا 3 حوادث صارت لها. وبعد سنوات بدأت تبحر إلى أمريكا الجنوبية لنقل بعض البضائع التجارية. وفي أحد الرحلات اللي كانت ماشية فيها وذهب إلى أمريكا الجنوبية ضربتها عاصفة شديدة وقوية جدا، وتسببت في أضرار في السفينة واللي خلتها تخرج عن مسارها. ولين هنا وخلاص صاحب السفينة قرر في عام 1868 إلى بيع هذه السفينة إلى شخص أمريكي، والأمريكي هذا أخذ هذه السفينة وسجلها في نيويورك تحت اسم ماري سيليست، واللي هو الآن الاسم المعروف عن لغز هذه السفينة. ولكن الأمريكي هذا ما طولت معاه هذه السفينة إلى أن تم بيعها لشخص ثاني وهو اسمه بنيامين بيرج. بنيامين بيرج هذا الاسم لازم تحفظه، لأنه اللي بيصير له في هذه القصة حير العالم كله إلى يومنا هذا. بنيامين بيرج أخذ السفينة ذي وبدأ يبحر فيها عبر المحيط الأطلسي وأمريكا الجنوبية ورحلات عديدة وكثيرة منها. يعني هذا الرجل كان متمرس في البحار وما هو برجل سهل. بس الغرابة ابتدت في نوفمبر عام 1872. بنيامين بيرج جهز حمولة على هذه السفينة وزنها تقريبا 1771 برميل من الكحول، وكان يبغى ينقل هذه الحمولة كلها من أمريكا إلى إيطاليا في عملية تجارية. وخلوا في علمكم وقتها ما كان بنيامين بيرج مالك لهذه السفينة الحقيقي، بل كان معاه شركاء في هذه السفينة. الطاقم على هذه السفينة كان يتكون من 10 أشخاص، وكانت معاه زوجته سارة اللي لطالما رافقته في عدة رحلات. والآن خلونا نتكلم عن الطاقم. من هم اللي أخذهم معاه القبطان بنيامين بيرج؟ البحارة كانوا 4 ألمان ودنماركي و2 أمريكيين، منهم الطباخ ومساعد القبطان، وجميعهم كانوا من البحارة بالخبرة العالية والمشهود لهم بحسن السلوك. شهر ديسمبر كان بداية الأحداث الغامضة. السفينة مشت في رحلتها، وبعد تقريبا 8 أيام في سفينة أمريكية ثانية اسمها ديا كراتيا كانت تبحر في المحيط نفسه، وشبه المستحيل بأنك تقابل سفينة ثانية ممكن أنك تعرفها. يعني نتكلم عن محيط كامل وكبير جدا. إيش اللي يخلينا أنا وياك نتقابل فيه له مثلا وأنا أصلا مشيت قبلك ب8 أيام؟ شيء صعب. صاحب السفينة اسمه القبطان ديفيد مورهاوس. طبعا ديفيد مورهاوس صديق قديم لبنيامين بيرج،
يعني هم أصحاب ولهم خبرة كبيرة في مجال البحار والسفن وغيرها. ولكن بينما القبطان ديفيد مورهاوس يمشي على سفينة دياكراتيا على بعد 600 ميل غرب البرتقال، فجأة يلاحظ سفينة واقفة قدامه متعرقلة. الله العالم وش ساير في هذه السفينة. أخذ معاه مثل المنظار العادي وقاعد يناظر وش وضع هذه السفينة. أول شيء لاحظه بأن الشراع اللي في السفينة كانت وضعيته محطوطة غلط، في شيء مو صاحي ساير في هذه السفينة. ولما بدأ يناظر في هذه السفينة ويطالع فيها ويقرب منها، بدأ يشك بأنه هذه السفينة لصاحبه وصديقه الصدوق بنيامين بيرج، وبأنه ممكن تكون هذه السفينة هي ماريا سيليست. وهذه هنا صدمة كبيرة بالنسبة له. هنا قرر هو وطاقم السفينة اللي معاه أن يقربوا أكثر وأكثر لهذه السفينة ويتأكدوا وش فيها ومين هي ويتعرفوا عليها أكثر وأكثر. وما أن وصلوا إلى هذه السفينة تأكد خوينا ديفيد أنه هذه السفينة هي السفينة المنشود عنها القوية اللي كانت وقتها شيء خارق وغير طبيعي، ماري سيليست. تخيلوا ماري سيليست واقفة قدامي وما فيها أي أحد، مهجورة تماما، خالية من القبطان ومن البحارة. ديفيد هنا قمط العافية وقرر أنه يرسل أحد الخبراء اللي عنده وقال له روح شيك واعطيني ايش اللي صاير لهذه السفينة، ليكون فيها شيء، ليكون صديقي صار له شيء. كان انحدارها، حركتها، كل شيء غير طبيعي في هذه السفينة. وقتها ماري سيليست كان من المفروض بأنها تبحر عبر مضيق جبل طارق. البحار أوليفر ديفيو كان هو المسؤول عن البحث والتفحص في هذه السفينة. دخل السفينة وشاف العجب والعجائب. أول شيء شافوا بأنه الملابس كانت مرتبة ومضبطة، ملابس الطاقم وأغراضهم الشخصية موجودة كاملة ومضبطة أمورها وزي العسل. بالنسبة لمضخات السفينة كان في مضخين شغالين وأمورهم زي الفل، ومضخ واحد هو اللي كان فيه مشكلة وخربان. أما بالنسبة لقمرة القيادة فكانت الساعة خربانة والبويصلة متعطلة مع أدوات الملاحة، كل شيء كان مدمر فيها. والشيء اللي كان بس موجود هو كتيب ملاحظات للرحلات الخاصة بالقبطان. وآخر رحلة تم ذكرها أو آخر رحلة تم تدوينها في هذا الكتاب كانت تعود إلى يوم 25 من نوفمبر، أي قبل يعني تقريبا 10 أيام بس. أما بالنسبة لبقية الغرف والمرافق والأماكن في السفينة كانت بحالة جيدة وممتازة، لدرجة بأن الأكل والماء كل شيء كان موجود وكل شيء كان تمام، يعني ما في أي شيء يدل بأنه صار سطو أو قراصنة أو شيء هجم على هذه السفينة. فكان من الواضح بأن الطاقم تركوا أغراضهم زي ما هي، لأن ما عندهم وقت بأنهم يأخذونها معاهم وشردوا من هذه السفينة، والله العالم وش سبب حدوثها. أما في المخزن كانت الحمولة اللي المفترض أنهم ينقلونها كانت في حالة سليمة جدا ولم تمس. بعدها أوليفر قرر أنه يروح لمؤخرة السفينة ويتأكد منها، وهو قاعد يطالع في مؤخرة السفينة ويتفحصها لاحظ بأنه في حبل مربوط في نهاية هذه السفينة، والمتبقي كان من هذا الحبل مرمي على المويه ومرتخي. فاللي هنا كان واضح بأنه الجماعة شردوا من هذه السفينة، وممكن بأنه كان هذا الحبل مربوط في قارب النجاة اللي أصلا لما اطلع على مكان قارب النجاة ما كان موجود في السفينة أصلا. فمن الواضح بأنهم استعملوه لكي يشردوا أو يهربون من السفينة. السفينة كانت مبللة ولكن ما كانت درجة المويه الموجودة فيها اللي تخلي السفينة تغرق، يعني كان الوضع شيء طبيعي عادي. البحار أوليفر هنا رجع عند ديفيد مورهاوس وقال له يا أخي اللي صار كذا كذا كذا، وعلمه بكل شيء شافه في هذه السفينة. مورهاوس انصدم وما صدق أي شيء من اللي قاله، هل هو حقيقي ولا كذب. فقرر هنا إنه يرسل جماعة ثانية من الطاقم من عنده عشان يتأكدوا. بعد ما جلسوا عدة ساعات جوا ويتفحصون رجعوا له وقالوا له نفس الكلام وبنفس الخبر اللي قاله أوليفر، يعني ما في أي أثر عنف على هذه السفينة، الأمور طيبة. وهذا الشيء يرضي تماما زي ما قلنا بأن السفينة تعرضت للسطو أو للقراصن. القبطان ديفيد هنا قام وأخذ السفينة وقال خلونا نوصلها إلى أقرب مكان نقدر عليه، وبالفعل وصلوها إلى مستعمرة جبل طارق الإنجليزية. وقفوه هناك وبدأوا يبلغون الجهات بأنه إحنا فاقدين الطاقم. بعد ما وصل الخبر إلى وزارة عالي البحار البريطانية أبلغوا العالم إنه يا جماعة الخير في سفينة أمريكية وطاقمها مختفيين وما هم موجودين. وهنا جن جنون الأمريكيين وبالتحديد وزارة الخارجية الأمريكية. طبعا الخبر يتكلم عن طاقم أمريكي فأكيد بيتدخلون. فهنا تم تشكيل لجنة في بريطانيا عشان يعرفون وين راحوا هذول الطاقم وش سبب اختفائهم. ولكن مع تشكيل اللجان والأبحاث ما وصلوا لأي حل، حرفيا ما وصلوا لأي حاجة نهائيا ما في أي خبر. كما أنه الحمولة كانت سليمة الموجودة داخل هذه السفينة، فهذا دل على أنه ما في أي أحد تعرض لهم ولا حد دخل عليهم وهاجمهم. بس وين راحوا؟ هذا السر وهذا اللغز اللي نحاول نحن نكتشفه. أمريكا هنا أبلغت كل سفاراتها في كل أنحاء العالم عن هذا الاختفاء اللي صار في رحلة بحث تكاد أن تكون شبه مستحيلة وشبه معدومة، لأنه نحن نتكلم عن محيط كبير اختفى وضاع فيه طاقم كامل ولا حد يدري وين راحوا. ولكن مع كل الأبحاث والرحلات اللي سواها كانت بدون جدوى. طاقم سفينة ماري سيليست مفقودين للأبد أو اختفوا للأبد، ما حد يدري وينهم.
وهنا بدأ الناس اللي يحبون النظريات والفرضيات ويموتون في القصص الغريبة والأسطورية والأساطير بتكوين عدة نظريات عن أحداث هذه القصة، وأبرزها كان الشخص اللي أسس لنا شارلوك هولمز، اللي طلع وتكلم وجاب لنا حاجات ما ذكرت في التحقيق الرسمي، بأنه لما دخل الطاقم حق ديفيد لقوا الطاولة مفروشة والأكل موجود وحار ولساته تو محطوط. يعني شيء جنوني، بأنه لما دخلوا كان هذه الأشياء كلها اللي قال عنها موجودة. يعني إيش الكلام اللي قاعد تقوله؟ كيف طاولة موجودة وأكل حار ومجهز والطاقم نفسهم ما هم موجودين ومختفين وما لهم أي أثر؟ طبعا النظرية انتشرت زي كذا، ولكن جو ناس وأنفوا هذا الخبر وقالوا بأن الشخص اللي قاعد يجيب هذه الأخبار والأشياء هذه هو يحاول يزرع في الناس الخوف والرعب، بل لأنه أصلا كان المطبخ حق ماري سيليست فوضوي ومعدوم بسبب الارتجاجات اللي صارت في هذا المحيط، وهذا الشيء هو الأقرب للواقع. ولكن كونان الانمي الشهير وصف نفس الكلام اللي قاله مؤسس شارلوك هولمز، والكذبة اللي اخترعها بأنه المائدة كان فيها أكل. يعني الكاتب حق انمي كونان جاب نفس القصة بنفس الأحداث ونفس السيناريو اللي قال عنه مؤسس شارلوك هولمز، بل وأنه طبقها في هذا الانمي بحذافيرها. فيخش كونان في أحد هذه الحلقات ويلاقي المائدة حق السفينة أو حق الكروز فيها أكل، ولكن طاقمها مختفون، أو الناس اللي كانوا في هذه الطاولة ما لهم أي أثر، بتجسيد واضح لقصة ماري سيليست خلال ما يناهز قرن ونصف من أحداث هذه القصة، وإلى يومكم هذا لم يتم اكتشاف الشيء اللي صار لها. ولكن يبقى السؤال الكبير والتساؤل، إيش الشيء اللي صار للطاقم هذه السفينة؟ أنا بذكر لكم بعض النظريات وأنتم قولوا لي بالتعليقات وإيش الشيء اللي تصدقوه وتحسوه أقرب للحقيقة. بنيامين بريدج لما سمع بأنه بياخذ حمولة كبيرة من الكحول انتابه الرعب، وخصوصا بأنه بيمر في محيط كبير تعوج الفوضى والعواصف، فكان متخوف بأنه ممكن يصير تسرب من الكحول في أنحاء السفينة وتنفجر السفينة ويموتون ويصير لهم كارثة كبيرة. هنا بنيامين بريدج لما كان في الطريق وكان يشم ريحة الكحول منتشرة في أنحاء السفينة، قرر بأنه هو وطاقمه بإخلاء السفينة كاملة على طول وربطها بحبل كبير في نهاية هذه السفينة، والجزء الآخر يكون ممتد ومربوط في سفينة النجاة أو قارب النجاة. ولكن للأسف ممكن بأنهم فقدوا هذا الحبل وضاعوا في المحيط إلى أيام طويلة أدت إلى وفاتهم على طول. وهذه واحدة من النظريات اللي ممكن تكون أقرب للواقع، بأن الحبل اللي كان مربوط في هذه السفينة كان دلالة على أنه الطاقم كله نزلوا عن طريق هذا الحبل وكانوا ماسكين فيه لغرض ما، وبعدها على طول تم فقدانهم أو فقدان هذا الحبل وضاعوا على أثره. أما بالنسبة للنظرية الثانية اتهموا فيها ديفيد مورهاوس بأنه هو وطاقمه هم من دبروا هذا الحادث الكبير الغامض، وهذا كله الهدف الحصول على جائزة تأمين، والجائزة هذه تنص على أنه أي سفينة تكون في البحر وتلاقي سفينة ثانية وتنقذها راح تحصل على مبلغ وقدره. فقالوا بأنه ديفيد كان ممكن أنه متفق مع خويه وقال له أنه أنت تروح وتختفي وتترك هذه السفينة وأنا أجي بعدين وأنقذها، والمحيط اللي أساسا ما أدري كيف لقاها. يعني ما أدري أصلا كيف هو تصادف معاه وهو مسافر قبله ب10 أيام أو 8 أيام، وقالوا بأنه خلاص هو الرجال أخذ الجائزة وحصلها واتفق مع خويه، وبعدها راح وأعطاه خويه أو قسمها النص بالنص. وفي بعض الناس قالوا بأنه ممكن يكون بنيامين بريدج هو صاحب هذه الفكرة وهو اللي مسوي السيناريو أصلا عشان يحصل برضو على تأمين السفينة. الموضوع هذا حير ناس كثير، وين اختفت، وين راح طاقمها، وما في لها أي أثر للعنف. السفينة سليمة، أجل وش اللي صاير؟ يعني معقولة ما في أي واحد التقى فيهم بطاقم هذه السفينة ولا لهم أي أثر؟ حتى وفاتهم يا شيخ ما حد يدري وين ماتوا، ولا في حتى جثة واحدة لهم. تقريبا أنا مثلك يا عزيزي المتابع ما حصلت أوجد أي حل لهذا اللغز الكبير، واللي يعتبر من أحد أكبر الألغاز في العالم. ما حد يدري فين راح الطاقم وإيش صار لهم وليش أغراضهم موجودة، وما في أي أثر للعنف، وما في أي أثر بأن حياتهم ودعت، بل إنه حتى ما في أي شيء يدل بأنهم تعرضوا لهجوم. فأصبحت ماري سيليست أحد أكبر الألغاز اللي حير الناس والعلماء والخبراء في المحيط الأطلسي. فبس إلين هنا وصلنا إلى نهاية هذه القصة. اكتب نظريتك تحت وإيش تتوقع، وإيش صار للسفينة، وإيش النظرية اللي تصدقها أو لا. ومعكم أحمد حمود من قناة مستر حمود. أتمنى أن المقطع اللي عجبكم. لا تنسون كل جمعة الساعة 4 العصر مقطع جديد وقصة جديدة. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات، واكتب كومنت حلو زيك يا حلو، وانشر المقطع لكل أخوياك. نشوفكم على خير، فمع السلامة يا إخوان. أمليغة الله الكلاجات اليوم شغالة. وممكن تكون هذه السفينة ماريام ميلست سيلست مو ميلست بشار. ولكن بينما القبطان ديفيد مورهاوس يمشي بسفينته ديا كرياتي ايش كرك ايش في صار لا كرك ايش هذا. وكان يبغى ينقل هذه كلها من أمريكا إلى إيطاليا عبر عملية تجارية
هذه الأغراض من أمريكا إلى إيطاليا عبر عملية الشعب. وهذا ممكن تكون واحدة من النظريات أقرب للواحد. السفينة سليمة وما في السليمة سفينة. أجل وش اللي صاير؟ سفينة مجهولة كانت تبحر في محيط جدا كبير، كانت خالية. فأنا هنا أقول لك إن في هذه القصة نتكلم عن سفينة كانت حالتها جدا جيدة. إيش هذا الكلام جيدة؟ وحنا نتكلم في هذه القصة عن سفينة كانت حالتها جدا ليش الكلمة ما عرفت تطلع؟ جدا جيدة. هذا اللي أتوقع لك قد تروح في الكواليس أكيد. وبرضه في أول رحلة ما هي راضي تمسك كلمة رحلة. إحنا في قصتنا هذه نتكلم عن سفينة كانت حالتها جدا زي إيش الكلام ده؟ أنا بتنشرها لكل أخوياك مجاهدة